عن جميع أبناء اليمن. ما فيش الا هو، ما هوش يمني، ما فيش الا هو اساء، ما فيش يمني يحمل الكراهيه تجاه اي لا مكون يعني اي بحكم أن دولة هذا عربية. محسوب علينا، يجب علينا أن نقدم الاعتذار لملك المغرب وحكومة المغرب وشعب المغرب، لأنهم يعزوا علينا. يعني صراحة لابد من أن نعتذر. الله يبارك فيك. طيب، الله يسعدك. عندي خليني اعطي كلمه. انا طبعا الاخ منير الماوري غني عن التعريف. انا بالنسبه لي اتابعه من 2011 و2000 من ايام الثوره، وانا اتابعه والله في فيسبوك وغير الفيسبوك. وصراحه جاب كلام يثلج الصدر، وهو الامانه هو من النوع اللي احنا نفتخر فيهم. هذه اللي عقولهم يعني راقيه لهذه الدرجه. الشيء الثاني للأخ ياسر والموجودين من المغاربة، آه، أسعد الغير شرعي لم يسقط على المغرب فقط، بل أسقط على قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة الإمارات العربية المتحدة. أنا بالنسبة لي مواطن يمني، والله إني أقدم كل اعتذار وأفتخر كل الفخر في دولة المغرب العربي بشعبها، بقيادتها، بملكها. طبعا افتخر بالمملكه العربيه السعوديه وافتخر بقيادتها، افتخر بدوله الامارات العربيه المتحده وبشعبها وقيادتها، وافتخر بكل يا رجل شريف. يا خال محرز، المشكله المصيبه مشيناه، المصيبه مشيناه يا خال منير. المصيبه اسعد قبل 6 ساعات ينزل تغريده في تويتر يتكلم عن حزب التنميه، العداله والتنميه، اخرجوا واسقطوا من ذا القبيل. احنا نوصل رساله للمغربي، انت اذا انت في هذا التيار انت بتخدمهم، انت مجرد غافل، ما انت عارف الكلام لك يا عم منير، فهمت؟ يستخدموك انت نتدخل وطاقة في مشروعهم. الشؤون الداخلية للمغرب، ما نتدخل في الشؤون الداخلية، انا لكن داري. نحذرهم من الأخوان، نحذرهم من ايوه، الأخوان. احنا نحذرهم من الاخوان، مثل ما عندنا في اليمن 2011 كان يقولوا لنا نخرج على ولي الامر، مدري ما هو، بدأوا يسووا فوضى لما طارت اليمن. طيب اشرح لي هذا الأرقام يا أستاذ، يا أستاذ العزيز. مكتوب 6 ومكتوب 100 و245 و307، إيش معناها هذا؟ يعني أين هذا؟ القلب وجنبه 100. هذه الهدف الظاهر، الهدف حاط هدف اتوقع فوق. على لي المغرب يعني تزخر بالعلماء والإعلاميين والمثقفين والأدباء والأكاديميين. هذا الشيء أعتقد لا تحتاج أسئلة الشرعي أبدا، بس لابد نبين حقيقة هذا الرجل المتلون الكاذب اللي يمارس التقية ويحاول أن يدغدغ عواطف البسطاء في المغرب. اتفق معك. احنا واجبنا أن نحن مدينين للمغرب باعتذار، لابد ان نعتذر، وخاصة منطقتنا نحن التي ينتمي اليها سعد الشرعي، لابد ان نقدم اعتذار في مساحة تكون خاصة بالمغاربة كلهم. وهذه مسؤولية الاخ ياسر، يجهز له مساحة او بث. أنا معنا بثوث على اليوتيوب قناة فخمة، كأنك في قناة العربية. والله كنت ضيف مع ياسر، كأنك في قناة العربية. بنسلط الضوء على هذه الجماعات، أسعد وما شابه ذلك، وما يجري في المنطقة من هذا المد الصفوي. طيب الآن الكرة متروكة، لو قاطعتك يا أستاذ منير، الكرة متروكة في مرمى الأخ ياسر. أنت يا أخ ياسر ممكن تحدد الوقت والزمن، ننسق لهذا أي نسق لها وإحنا جاهزين. وأنا أفضل يكون البث عند الأخ عصام، حتى ممكن يكون الأخ عصام يرتب للبث، والأخ ياسر يستدعي المغاربة كلهم ونقدم اعتذار رسمي. هذا الصحيح، ويبين حقيقة أسعد الشرعي، يعني أنه رجل متناقض، أنه إنسان يعاني من انفصام. لا يلزمكم اعتذار، أنتم ما غلطتوا فينا، وإحنا عارفين اليمن بلد الرجال.
هم لا يحتاجون اعتذار يا أستاذ منير، هم يحتاجون فقط أن توضح حقيقة هذا الرجل المتلون. توضيح يكون يا احسن. جماعة يا جماعة وتجربتكم يعلموا بها المغاربه، وتجربتكم مع الاخوان أيوة إحنا نجيب المغاربه. تجربة يا حبيبي. أيوة موضوعته، إحنا نجيب تجارب حصلت لنا في اليمن، حصلت في العراق من هؤلاء الأخوانج الروس. أول شيء يا عم منير، ما هو الرابط المشترك بين الحوثيين والروس من الأخوانج أو الأخوانج؟ ما هو الرابط المشترك؟ هو الرابط بين الحوثيين والأخوانج أولا، وتقودهم إيران، تقود الطرفين، إيران شيء. وروسيا متحالفة مع إيران، في حلف بين روسيا وإيران، فإيران توصل الحوثيين وتوصل الإخوان للروس فقط. حتى حماس اللي ساعدها في 7 أكتوبر هم الروس يعني قدموا لها كل المعلومات وأين الأماكن اللي تقترب منها، معلومات استخبارية قوية من الكي جي بي. طيب في كلمة حابة أقولها أخيرة. شوف، بالنسبة في أوساط الشارع اليمني، طبعا الكل يعرف أسعد الشرعي، وأسعد الشرعي أعتقد تعرى وانتحر أخلاقيا في وقت مبكر، لكن البعض في المغرب لا زال مشكك رائع جدا، انتحر أخلاقيا، والله أجمل نعم. تعبير سمعته من بداية المساء. حياك. طبعا هو انتحر اخلاقيا بالنسبه للشارع اليمني، لكن اليوم احنا يهمنا اكثر الشارع المغربي. فانا اقترح انه صفحه او منصه الاخ ياسر، بحكم ان فيها مغاربه واسعد الشرعي لا زال يمارس التقية يا حبيبي يا فكر نعم. يلعن ابو اسعد. احنا موضوعنا اكبر من اسعد، موضوع ما بيدور من هذا السلاله، من هذا الاخوانج. كن افهم. ايوه يعني فهمت موضوعنا هؤلاء الاخوانج اللي يدسون السم في العسل. انا اشوف يا عصام خليني اوضح لك شيء. اسعد الشرعي وراه الخزعلي، يمكن في واحد اردني تعرفوه، يمكن الاخ منير يعرفوه او الاخ ياسر. الخزعلي نفس المدرسه ونفس الايديولوجيه اللي ينتمي لها اسعد الشرعي، ونسقوا كذا مرة والتقوا في المغرب، فهم طبعا بنوا قاعدة في المغرب. واليوم أسعد الشرعي ربما أساء إلى الكل في المغرب. اليوم إحنا فقط كيمنيين علينا مسؤولية أخلاقية. مستقل. هو الأخ عصام بيقول كلام مهم وخطير جدا. المشكلة ما هيش في الإساءة، المشكلة الآن هم الإخوان المسلمين يجوا تثوير الشارع العربي، تثوير ثورات في المغرب، في السعودية، في الأردن، في كل مكان باسم غزة، تثوير الشارع. ما يقوم بأسعد خطير جدا، هذا يؤثر على الاستقرار في لحظة يا فكر أنت الشيخ تسمعني الله يهديك. هذا التغريد اللي أسعد، شوف حزب العدالة والتنمية في المغرب هو من وقع على التطبيع وهو من سيسقطه. أنت بتستوعب الكلام؟ نعم. إحنا نوعي. خلاص. أنا مسلم، المسلم أخو المسلم. جميل. شو بس أسعد؟ لا الله أنا أقصد أسعد واللي تابع مشروع أسعد. أيوة أنا أقصد مشروع أسعد إنه عبارة عن بذرة خبيثة وينتمي إلى هذه المدرسة أو هذا الفكر الهادم. فعلى أساس إنه نبين حقيقة هذا الرجل إنه ينتمي إلى هذا الفكر الهادم، فعلى أساس المغاربة يعوا خطر هذا الرجل. والأخ ياسر طبعا بحكم صفحته فيها كلهم مغاربة، نكون أنا وأنت وعصام والكل من أراد أن يكون في الصفحة. أنا كمان أنا راسلت الأخ علي الحجوري، وعلي الحجوري طبعا إعلامي يمني، وأعتقد أنه راح ينضم فهو إن أراد. وهذا اللي حاب أقوله. وطبعا ياسر يقول لي ما هي مشكلة، لنا لقاء بكرة عند ياسر. بس اتكلم يا عم عن هذا الحزب العدالة والتنمية للناس المضحوكين عليه. أنا الشيء أقول لك حاجة يا عم منير، يا عم منير يي أخوان المسلمين في المغرب هو حزب الإخوان. أيوة الآن شوف يا عم منير، كلاكم اسمعوني. المشكلة هؤلاء ضحايا دون أن يعلموا، هؤلاء ضحايا دون أن يعلموا. فهمت؟ أول شيء دخلوهم المدارس حقهم يعلموهم، يدوا لهم كلام معسول، ملائكة. ليش خلاص يغرز لها السم.
أعمالهم شيطانية. مثلا الإصلاح في اليمن، الناس اللي تحت كلهم ضحايا. الحوثيين مثلا، الروس كلهم ملاعين، اللي تحت كلهم من أبناء اليمن، احنا نزعل عليهم، كلهم ضحايا. فهمت؟ هذا هو الغرض. لا تنجروا وراء أي جماعات متطرفة. أي جماعات لو يتعلقوا بستار الكعبة، الجماعة المتطرفة الخارجة عن الإطار والقانون وده ميليشيات. بعدين الميليشيات كلاهم يدعموا بعض. أبو عبيدة يدعم الحوثيين، أبو عبيدة يقدس قاسم سليماني. قاسم سليماني يقول لك شهيد القدس، اللي قتل اليمنيين السوريين اللبنانيين. يستعطفونا يدغدغوا مشاعرنا. تفضل يا عم منير. طيب عفوا يا استاذ منير، لو لحظة، خليه يكمل يا حبيبي. كمل يا عم منير. 5 دقائق وارجع، 5 دقائق وانتظروني واعود، انا موجود. طيب الاخ يا عصام، يا اخ ياسر، انت ما ادري معانا ولا غايب؟ نايم. يا اخ ياسر، اتكلم عن هذا الموضوع. اتكلم عن هذا الموضوع. عصام، انا اقصد انت بحكم ان لك شعبيه اكثر شيء باليمنيين. اخ ياسر، اليوم معنا الاخ منير الماوري. منير الماوري طبعا انسان كاتب وشخصيه اعلاميه مرموقه، وطبعا هو في الجانب الاعلامي اعتقد قديم. وكمان انا راسلت الاخ علي الحجوري، هو ممثل يمني. طبعا ممكن تحدد لنا يوم او زمن ونجتمع على صفحتك او على منصتك المحترمه. يا فكر يا حبيبي، يا فكر. هو ياسر قد فهم. اتكلم لنا عن هذا الموضوع. حلو. انا وصل لنا رساله للمغربي. طيب اللي ما بيسمع عقل، وصل رساله للي انجروا وراء الاحزاب. وصل رساله. الاستماع بيطلع عنده. اسمعني انا تواصلت حتى نوصل رساله ان هذا وصل رساله الان، وبكره لنا اجتماع. كل يوم بنوصل رساله. يا عصام اليوم تكلمنا بما فيه الكفايه عن هذا الرجل. انت تسيد رحلك، خلاص رحلك يا حبيبي. قول انك تعب، قول انك مرهق، واحنا نكمل. اما انك تحبطنا، تحلبطنا، تجننا، خلاص. أنا تواصلت مع علي الحجوري، هذا عندي معاه اتصال، ولو أنتم كمان تتصلوا معه يعني يكون أحسن، وننظم لقاء يا إما على التيك توك وإما على اليوتيوب. يعني على اليوتيوب ممكن نوصل لأكبر عدد من المغاربة إن شاء الله، وكذلك على التيك توك والله على راسي، ويكون أحسن يعني على منصة مغربية. وانتو مش ضيوف، انتو اهل الارض واهل البلد، والف مرحبا والف اهلا والف سهلا بكم. لحظة الله يسعدك، واحنا خدمتكم والله. لحظاتي ياسر. يا قلبي. حفظك الله يا حبيبنا اخونا ياسر، والاخ عصام ما يقصر، واحنا والله العظيم ان احنا يعني متبرئين من هذه الشخصية. سر يا محرز، لحظة يا ياسر، اسمع. والله واللي نفسي بيده واللي هيأ الكون، أنا لا أبحث عن شهرة، ولا أبحث عن متابع، ولا أبحث عن تكبيس، ولا أبحث عن دعم. أنا اللي بيهمني مش قصتي أسعد، مش قصتي ده خلاص انكشف. قصتي للمغربي اللي ما بش مع عقل وينجر ورا التيارات هذا. فهمت؟ هنا المشكلة الكبرى. أما أسعد خلاص. أيوة، أنا المغرب وطني، مصر وطني، الصومال وطني، أي دولة عربية وطني. المسلم أخو المسلم، مش المسلم أخو اليمني، أخو المدري ما هو، أي شيء يهمني. بقول لك 5 عواصم عربية مش ناقصين تسقط أي شيء. احنا أين المشكلة لما نتكلم عن احنا نوعي بناس الآن دخل مع هذه التيارات. فهمت؟ دخل معاهم واقتنع بفكرهم، وهو دلغ. لما يقولوا له اخرج الشارع بيخرج. أنت لما تجي توعي، وعندما تكون النصيحة من القلب، هي بتلامس القلب. شوف يا جماعة، تعال يا حبيبي، شوف ما حصل في اليمن. دخلوا لنا باسم جماعة دينية ننقلب على رئيسنا، وكنا معزز
اي بيض الله وجهك يا عصام، بيض الله وجهك يا عصام، وجبت الحقيقة وجبت الكلام اللي لازم يقوله كل يمني حر. وانت بالنسبة لك والله انك كل مسلم كل مسلم لانه مسلم مصيريه. حبيبي كل مسلم حر، واحنا والله نفتخر فيك كل الفخر. وزي ما قالوا العيال الجماعة، ياسر يحجج موعد يحجج وقت، يا واحنا حبيبي كلنا شيت خلاص الوقت. كل لحظة من حياتنا وكل لحظة ودقيقة بنتكلم عليهم. اتفضل يا عم منير. ايوه وقتنا كله شو اسمه، احنا كلنا وقتنا ما عليك، ما احنا ايوه محددين تفضل يا اوقات. عم منير، تفضل يا عم منير. حبيت أشكرك الكلام الطيب، حبيت أشكرك فعلا هو هذا يجب أن نواجه الفكر ونواجه هذا الأيديولوجية. يعني إيش هو هو فقط مجرد أداة أمام الإخوان المسلمين. يريدوا زعزعة استقرار المغرب، استقرار الإمارات، استقرار السعودية، استقرار مصر، استقرار الكل. أما اليمن قد دمروها هم الحوثي ومتحالفين مع الولائيين. دائما أي فكر ديني يسيطر على بلد خلاص ينهيها. واحنا طيب اولا يا عصام اولا انت لما نتكلم، احنا نتكلم اسعد الشرعي وما وراء اسعد الشرعي وما هي امتدادات اسعد الشرعي، فانت لا يضيق صدره. تقول مستعجل، انت بتقول يلا خلاص على اساس. اسمع الله يرحم والديك، اسمع بالله. انا والله لو اقعد ليل ونهار لا اكل ولا امل، عنواني هذه الجماعات المتطرفه الليل ونهار. اكون عند ياسر، اكون عند المصري، عند اي مكان ليل ونهار، فهمت؟ اما موعد قد انتهينا فيه، وانت عيد وتكرر وتعيد على اساس ان موضوع انا بس اسعد. لا انت ما فهمتني، انا اقصد هذه الجماعه، واسعد الشرعي هو بيد هذه الجماعه، انسان ماجور رخيص بيد هذه الجماعه لاشعال الفتن، افهم. لكن انا ايش اللي حبيت انه اخصص صفحه منصه الاخ ياسر، لان ياسر له مغاربه كثير. انت يا عصام الشارع اليمني كله يعرف اسعد الشرعي. ايوه خلاص قد اتفقنا، بكره بنكون عندي. الان نواصل الكلام عن موضوعنا يا عم منير. طيب يا عم منير، رسالة سواء كان لمغربي لأي مواطن، أي رسالة توجهها للإنسان المضحوك عليه اللي بيدخل مع الجماعات المتطرفة، مو عارف إنه بيركبوا الموجة وبيكون هو جسر لهم يدعسوا عليه. أدي لكم حكاية. طبعا أنا اغتربت في المملكة في 2011، بس قبلها في أحداث 2011 وأنا في اليمن كنت أروح عند الإخوان في الدائري، وكنت أروح عند المؤتمرين يعني في التحرير. أفهم لو ما كنت أروح عند الإخوان والله يا جماعة كان يقولوا لي أبز روحي أبز نفسي لا وين أتقاوم مع العسكر من شان يقتلونا، والغرض من ذلك يقولوا. وبعدين قناة الجزيرة وذا قتلوا يمنيين، هذه الدولة الكافرة عليها الله صالح وذا، يدججوا الصراع، يزجوا بالمواطن البريء مثل جمعة الكرامة وما شابه ذلك. كان التوكل كرمان، وهذا يتخلوهم يقولوا توكل كرمان من بعيد، هي قاعدة بعيد وتقول يلا يا مواطنين ادخلوا، ويقتلوهم، يقتلوا المواطنين. أكيد أنت بتواجه الدولة ويقتلوا، بعدين يقول لك وقناة الجزيرة تسلط الضوء قتلوا اليمنيين الدولة الظالمة. ذا هم يشوف عليه كذا، أنت بتمرر لهم أجنحة دون أن تعلم، وقصك أن هذا طريق الحق. مثل ما قال الزنداني قال في عام العالم، مع احترامي له ولا مش احترامي له، أنا تعبت. في عام 2002 في منصة والناس مليان وهو عالم. في عام 2002 في 2020 عتكون الخلافة الإسلامية والناس ينصر دينك ولا
الخلافة قال ستكون من الصين شرقا إلى بحر الظلمات غربا. ايوه بسرتوا يا طيب. عم منير. عم منير هيصير مساحة. فهمتوا؟ احنا نوعي ايا كان كل لحظة وكل ثانية. منير بيقول بس دقائق بيتصل. طيب فهمتوا؟ المهم دائما كفاح نضال لا مكان. هذا ياسر نايم انت يا ولد، انت نايم من ورانا ولا ويش وضعك ولد؟ طيب أنت لما بحط لك تعليق تحت ليش ما تقرأه يا عصام؟ أنا اللي عليك عتب. اللي عندي تعبانه. ما بنقرا والله ما بنقرا تعليق، انا اتكلم. لا يعني الكونكشن لازم. عندي تعبانه انا. ايش الكونستداء؟ التغطيه ايش عندي. الكونست؟ التغطيه عندي السينيال. ارسل لك تغطيه الان احدد. اها شوف يا عصام شوف هذه الجماعة المارقة، وكل من ينضوي تحت هذه الجماعة الكاذبة، الجماعة تجار الدين هذول الأخوان المسلمين. قبل شوية إسماعيل العمراني لما أنت اختلفت معه أراد أن يشخصن الموضوع ويشيطنك ويقدمك كصورة مشوهة، قال أنك أنت بتصور بأماكن القاعات. تمام؟ هي شوف دائما هكذا، دائما هو. اسمعني. وعندما ياسر بالبداية قال على ياسر أنه ملحد، ثم بعد ذلك انكر قال أنا أقصد فكر مستقل. طيب وبعدين أنا ثم بعد ذلك على علي الحجوري قلنا هل يرضيك هذا؟ اسمع أسعد الشرعي كيف يطعن بعرض علي الحجوري. قال علي الحجوري ملحد. يعني شوف لوين. شوف هم يمارسون الدين. يا جماعة معلش شوفوا يا جماعة، إن حبيتوا هذا حسابي في تويتر اسمه عصام الآنسي، حساب جديد وموثق، حساب فيه 15,000. هذا حساب جديد، اكتب بس في تويتر عصام الآنسي حساب جديد بيطلع لك هذا الحساب، أو بنفس الاسم على يوتيوب. طيب ما أبحث عن هذا، مشوا على أساس تابعوني إن حبيت تستفيد معلومة، لأني في تويتر أنزل ليل ونهار. في التيك توك معي 70 حساب، هذا حساب رقم 123، قد سكر عليها 50 حساب، كل ساعة بث فيه حساب. بس تويتر منصة يعني رسمية، يوتيوب منصة رسمية، كل نص ساعة مقطع جديد عن الأحداث. طيب يا عصام، طيب انا انصحك انت انك تستمر في تعرية هؤلاء شذاذ الآفاق، وان تستمر في البثوث لحتى يعودوا الى رشدهم. لو هذا على فكرة هم زي ذيل الكلب، ما راح يعتدل ابدا. شوف ذيل الكلب مهما حاول تعدله ما يعتدل. لا شوف انا وصلت لقناعة، هذه الجماعات لو يجي وحي من السماء ما يقتنعوا. لازم نزرع الوعي. عندما تزرع الوعي خلاص زي المناعة. الجماعة هذا عندما تشي تدخل بس المناعة قوية. احنا في اليمن انهزمنا منهم، بس الآن نجمع الشتات، بس نزرع المناعة في أي دولة عربية في أيا كان. الجماعة المتطرفة هذه الجماعة بنت كلب. طيب أنا بالنسبة لي أقول شكرا لك وشكرا للأخ العزيز ياسر، وشكرا لكل اللي كانوا معنا في البث. وطبعا الخزي والعار الأفكار المظلمة اللي تدير الفتن في كل أصقاع الأرض في مشارقها وفي مغاربها، ولكم خالص احترامي وتقديري. وإلى هذه اللحظة أتمنى أن تعذروني وأهبط. تحياتي لك. دمت بخير وانبسطنا بالحديث معك. قبل ما تهبط مع السلامة ونودع المشاهدين يعني لحظة. أتمنى أن منصة الأخ عصام تكون منصة عربية، منصة تجمع اليمني والمغربي والتونسي والموريطاني والإماراتي والسعودي والبحريني والعماني والمصري، يعني تكون منصة لضرب كل رويبدة، ولكل من يتجرأ على الشعوب، لكل من يضرب وحدة الشعوب، لكل من يضرب استقرار الشعوب. تفضل. شوف تويتر لأنه حسابي الرسمي في تويتر، وخش شوف مسؤولين وزراء بشوات رجال أعمال حق الدول العربية كلهم يتابعوني. فهمت؟
أنا شوف دائما الإنسان، أي إنسان في الدنيا عندما يعمل يجمع الشمل الله بيهيئ من عنده. أنا ما عنديش أي مصلحة. إن كنت أبحث عن مصلحة تركت رأس مال ب 18 مليون سعودي واليمنيين يعرفوني، تركت أولادي، ما همنيش. أنا ميت بس أموت لا طريق. بكم نوعي ناس يعرفوا هذه الجماعات اللي داءت تشوه الدين، وديننا ود دين المعاملة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فذلك أضعف الإيمان، فبقلمه، فبجواله، لأن احنا في زمن السوشيال ميديا. الدين جميل، المسلم الأخو المسلم كالبنيان المرصوص. نعم، إن شاء الله تكون هذه المنصة منصة خير، لا في تويتر ولا في التيك توك ولا في الفيسبوك تبعك ولا أينما تكون، يعني صوتك صوت اليمني الحر وصوت الرجل الحر بغض النظر عن البلد، صوتك صوت العالم. الانتماء. فتحية لك، ويدا في يد لدحر كل هذه الرويبدات، لدحر كل هالكلاب الضالة التي تنشر السم بين الأوطان وتنشر الحقد والكراهية بين الإخوة وبين البلد وأخيه، لأن لن تقوم لنا قائمة والجزائر تضرب في المغرب، واليمن مقطعة، والعراق مشتتة، وسوريا مهدمة، ولبنان محطمة. يعني الأمة العربية أوصالها قطعت، فليس بهذه الطريقة ستحرر القدس، ولن تحرر القدس، ولن ترجع القدس إلا أن تقوم الأمة على كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثلكم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى، فلنجتمع وليكن الجسد جسد واحد إن شاء الله، ولنحارب كل ميكروب يدخل إلى أي بلد كيفما كان. أيوة، وزيدك من الشعر بيت قبل الختام: إذا كانوا هم على باطل وعندهم منصات يزرعون التفرقة، أنا ما عنديش مصلحة ولا أنت عندك مصلحة، حب في عروبتنا في ديننا وما شابه ذلك. إذا دائما كفاح نضال ضد الجماعات المتطرفة والخارجة عن الإطار والقانون. زرعنا الود والمحبة بين اليمني والمغربي والمصري والسعودي والسوداني وكل شعوب المنطقة العربية. لا مكان لهم بيننا، لا في بثوثنا بنعريهم، في مجالسنا، في أوطاننا. تحية لك أخي عصام. وهو أراد بنا شرا هذا الشوارعي، ولكن الحمد لله إذا كان واحد طلع شوارعي وطلع خسيس، فعن طريقه تعرفنا عن عصام، تعرفنا على عدة رجال من رجالات اليمن، رجال أحرار، رجال أقحاح، رجال على سنة الحبيب محمد، فرب ضرة نافعة. فعلى كل حال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لحظة يا ياسر، نعم، نصيحة من مجرب: أي واحد من هذه الجماعات بتطلعه بيحرق روحك. أنت تجيب الزبدة وعي بها، فهمت؟ أنت تطلع حمار تقنع ما بيقتنعش، ليه نتعب أنفسنا؟ احنا جبنا الخلاصة والزبدة، لا مكان لهم بيننا، بنوعي. المهم، دمتم بخير أينما كنتم، انبسطنا بالحديث معاكم أينما كنتم. ياسر شكل مخزن أدري. لا والله حبيبي ما أقدر أسويها، بس احسبها القلب. يلا اوكي، بقلب للجميع. السلام عليكم. يعطيكم الف عافيه، انبسطنا بالحديث معكم. دمتم بخير، لنا لقاء في بث اخر، اشوفكم على خير.